يا رفيقي من الكموالي كت بيخرجوا عنك يا رفيق، كل الصعيبة بخودها ايدي عشان كرامتك تستفز ونفودها. ليك يا صاحبي اهديك العزيزة تقودها، اصل الخوة معروف الصدق مع عهودها. وعنك يا رفيق الما بتطاق بحملها، عنك يا رفيق الما بتطاق بحملها، وشانك اي قاسية ومستحيل بعملها. ليك يا رفيقي مالي وروحي بأكملها، أصل الخوة في الدنيا العبوس أجملها. ليك يا رفيق هيبة الجلال وتغدر، مقامك حافظه في الحالتين سماح وتكدر. ليك جناية وإن دعت الدواعي بندر، يوم الكرنة للكازاك سيفي حدر. ليك العهدة والعشرة المعاك بصونها، أبشر بالصح. ليك العهدة والعشرة المعاك بصونها، ليك صوادف الأبحار ودر مكنونها. عشانك هانت النفس العزيزة ودونها. ليك أخوي، ليك يا أخويا بس ياك أخويا بس فرق الأمومة بطونها. ليك فؤادي يحمل احترام ومحبة، وليك الناقصة من نبع العرق تتعبى. ليك كامل حياتي وعندي كل ما هب، ليك عهد الأخوة اللي بالفضيلة تربى. ليك يا صاحبي حيلي وقوتي وإرشادي، عشانك بدخل النار المولعة عادي. ليك يا رفيقي خيل ليك يا رفيقي خيل الغافية معنى إيجادي. ليك الخوة دربا للفضائل هادي، ليك الخوة دربا للفضائل هادي. ليك يا رفيق. يا سلام يا سلام، تحية لكل الأخوان ولكل الرفاقة اللي هدتنا ليهم الأيام واللي جمعتنا بيهم مواقف، وهم بقوا أكثر من أهل وأكثر من أخوان حقيقيين، فليهم التحية. وتحية لأخواننا كلهم، وتحية لكل الناس اللي بيشاهدونا. يا محمد، أنا يمكن الموضوع ده شوية كده حيستوقفني وحتحاور في الموضوع ده، الخوة أو الرفاقة. أنت بتختار صديقك ولا المواقف هي اللي بتحكي لك الحاجة دي؟ ومن أي ناحية أنت بتتعامل معه؟ والله هي الصداقة دي طبعا يعني حاجة يعني عظيمة جدا طبعا، وما حاجة يعني يستهان بها عشان الزول أصلا يعني، وما أي زول أصلا بيكون صديق ولا أي زول هو يعني فعلا. ممكن أنت تسعاه للأيام فعلا. لكن للأمانة يعني الزول اللي هو أصلا سعى في الأخوان وعاشر الأخوان وكده، يعني ممكن الأخو والله في ظرف ساعة يعرفه، في ظرف ساعة من حديثه من نبرته من تعامله من سلوكه من كده. أيوة نعم. أيوة. ممكن يفهمه. وهي في النهاية يعني الحاجات دي يعني بتبينها المواقف. القوة دائما ما بتظهر إلا في المواقف. يعني أنا عندي مربوعة بقول فيها يعني معادن الناس بتظهر في الظروف العاسرة. أيوة. تبين لك تجارة القوة رابحة وخاسرة. أيوة. أخوان المواقف لحماك متناصرة والحارة تهد حيل اللي بعزك جاسرة. يعني دي اصلا القوه بتظهر في المواقف الصعبه اصلا. يعني القوه بتظهر في المواقف الصعبه، ومعادن الناس بتظهر مع المواقف زي ما انت قلت. نعم. احمد الجمري، حبابي، احنا نسمع منك. وانا كلمات اخويا جميل له التحيه من هنا الاستاذ شرف الدين محمد نور الفرجوني. تحيه له. الحاني له التحيه والله. شرف الدين محمد الفرجوني زول اخونا يعني رجل والرجال قليل والله. له التحيه. له تحيه وتحيه لاسرته الكريمه كمان، ونحن مع المشاهدين كلنا نمشي نشرب الجبل. عليكم كلكم الله وحبابكم. حبابك انت كمان، نتابع مع بعض. جبل في جبل جنبي لغفي سكري كبرنا يا غزال
رجعنا لكم من جديد عبر أمراء البادية. معانا الأمير محمد جبارة زي ما قلنا والأمير أحمد الجمري. حنرجع لمحمد جبارة. محمد، الغزل، موضوع الغزل وكل الشعراء بيتكلموا في الغزل. أنا أول حاجة دايراك توريني المواقف اللي بتخليك تكتب في الغزل، شنو أول حاجة؟ أنا والله الأخت معي صلاح لك التحية مجددا. تحية لك كمان. أنا والله الغزل، وطبعا أي شاعر كتب في الدوبيت الغزل طبعا حيكون من أساسياته يعني. فالغزل أنا والله بالنسبة لي ما يطربني إلا الغزل العفيف. يا سلام يا سلام. يعني الزول يتغزل ويكون عفيف يعني في الغزل يعني.